أهلا وسهلا بك أستاذ هشام عبود، هل تسمعني؟ أستاذ عبود، نعم أنسى مليح. شكرا لقبولك لدعوتنا. كنا نستمع إلى الأستاذ عبد المؤمن فؤاد، كان يتحدث عن التصعيد الانتحاري للنظامين الجزائري والمغربي أدى إلى تواجد النظام الإسرائيلي في المغرب. أول مرة كولونيل شارون سطاح، أول ملحق عسكري يهودي في المغرب، نتنياهو أرسل رسالة للملك محمد السادس يقول فيها بأنه مع مغربية الصحراء، وأنه سوف يجيب بالإيجاب لقضية فتح قنصلية ولا سفارة في الداخلة. ما هي قراءة هشام عبود لهذه القضية من فضلك؟ العلاقات الإسرائيلية المغربية ليست علاقات، يعني تعتبر أول مرة دولة عربية طبع العلاقات مع إسرائيل. معروف أنه أول من طبع العلاقات مع إسرائيل هي مصر، وثالثها الأردن، ومن بعد لحقوا الإمارات والبحرين وقطر بطريقة غير مباشرة تتعامل مع إسرائيل. يعني والمنظمة منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية تتعامل يعني مع إسرائيل بطريقة عادية جدا. وأذكر أنه كلما محمود عباس زار الجزائر فور عودته إلى رام الله يلتقي بوزير الدفاع الإسرائيلي لتناول فطور الصباح. يعني ما يخليش حتى يفطر فطور الصباح، يجي عنده يفطر مع فطور الصباح ويحكي له. العلاقات بين إسرائيل وفلسطين ليس علاقات عداوة كما نشوفوا، بداها من منذ مفاوضات كامب ديفيد بين إيهود باراك وياسر عرفات تحت رعاية بيل كلينتون. كانت العلاقات جد ممتازة. ياسر عرفات تقاسم جائزة نوبل للسلام مع شيمون بيريز وبيجين. واش نحاولش نقول احنا أكثر فلسطينيين من الفلسطينيين؟ لا، هذا يعني باش بنادم يكون موضوعي ويشوف قضيه الشعارات وبدا ما عندها ما تجي. الان المغرب طبع على العلاقات، عمل علاقات مع اسرائيل بتحفظ، حيث المغرب لم يفتح السفاره المغربيه في اسرائيل ولم يسمح بفتح سفاره يعني مغربيه في اسرائيل وسفاره اسرائيليه في المغرب. والمغرب إلى يومنا هذا رابح في القضية 1000%. أولا طبع العلاقات بإعاز من أمريكا مقابل اعتراف أمريكا بمغربية الصحراء، وهذا يعتبر إنجاز دبلوماسي كبير. أمريكا يستعرف بك، وش تحوز تزيد أكثر من هكذا؟ تحوز. إسرائيل لما يقيم معها علاقات تعترف هي أخرى بمغربية الصحراء، وبالتالي تكتمل يعني الصورة، يكتمل المشهد المشرقي، فكل دول المشرق تعترف بمغربية الصحراء بداية من العربية السعودية وانت رايح. ولا دولة عربية واحدة من موريتانيا وانت رايح للسعودية من الخليج المحيط تعترف بالبوليزاريو أو تؤيد الجزائر في طرحها للقضية الصحراوية. يعني بنادم يخمم يسيب روحه وحده برك قل دونك هذو كلهم غالطين غير انا اللي راني على الصواب. احنا راح نولي مسؤولين. مسؤولين الواحد اللي كان يقول ولا الشعب الايطالي كله ماهوش على رايي فهو على خطا وانا على صواب. ندخلوا في الفاشيه هذا. اذا اعتراف إسرائيل بمغربية الصحراء جاء بعد اعتراف كل الدول العربية بمغربية الصحراء، وفتح يعني الوعد بفتح قنصلية إسرائيلية في الداخلة يأتي بعد فتح قنصليات عربية وأفريقية في الداخلة، ليس هذه الأولى. وبالتالي دوك احنا لازم نفكروا ماذا تجني الجزائر من فائدة في تعنتها
في رفضها لواقع جديد. قضيه الصحراء تاع اليوم ماهيش قضيه الصحراء تاع 75 تاع 50 سنه مرت، والناس عايشه في الصحاري، والناس تنزاد وتموت في الصحاري وما يعرفش معناها انه يكسب مسكن، انه يكسب عمل، انه يكون عنده تطلع لمستقبل، ما يعرفهاش هذه. وعلاش؟ بينما اليوم اغلبيه الصحراويين راهم عايشين في الدخله وفي اسماره وفي العيون في ظروف احسن بكثير من الظروف التي يعيشها الجزائري في حاسم سعود، في ورقله، وفي الجزائر العاصمه. هذا واقع ما تنكروش، ما نقدروش ننكروا واقع. تروح تمشي تشوف العيون، الماء كيفاش خارج من الارض، الفوارات في كل جهه، الورد في كل جهه. وروح شوف حسين سعود، روح شوف ورقله. انت تشوف يعني الداخله هذه راح تكون دبي شمال افريقيا، داخله راح تكون دبي شمال افريقيا. بغينا ولا ما بغيناش، المواطن الصحراوي اللي عايش في الدخله وفي العيون لا مجال مقارنه مع اخيه اللي راهو عايش في مخيمات تندوف. اللي يقول لي تاع مخيمات تندوف راهو عايش خير، نقول له لا. تقول لي كاين احتلال وما احتلال، وتقول لي كاين حق تقرير المصير وحق تقرير المصير. يا اخي ذوك الموضوع راهو مطروح منذ 47 سنه امام لجنة تصفية الاستعمار للأمم المتحدة ولم يجد حل. وجبهة البوليزاريو راهي قاعدة تاكل في ميزانية اللي كان من الأحسن تروح للشعب الصحراوي، سمعت، سواء في الأقاليم المغربية أو خارجها أو في تندوف وين ما بغاو، خير من تاكلهم حديد وقصدير، سمعت، واسلحه اللي بعد راح تتزنجر. هذه راهي اولا اموال الشعب الجزائري، والشعب الجزائري ماهوش يوجد الحليب، ماهوش يوجد الماء. روح الوهران الناس من نهار العيد كبير ما عندهمش قطره ماء. الشارع الجزائري سوف يقف إلى جانب السلطة التي تستعمل دائما ورقة البعبع المغربي، وخاصة باقترابه الرهيب دبلوماسيا وعسكريا من الكيان الصهيوني. شفنا انه الشارع المغربي جزء منه خرج اكثر من مره يعبر عن ادانته للتطبيع مع اسرائيل وتظاهر بكل حريه، بينما الشعب الجزائري ممنوع حتى من التظاهر بتأييد الشعب الفلسطيني. ماشي قال باش يتكلم على التطبيع، غير باش يأيد الشعب الفلسطيني، مناصرة الشعب الفلسطيني. الشعب الجزائري محروم من هذا الخرج الأول. تقول لي انه اليوم الشعب الجزائري راح يزيد ثاني يعاني من دعاية النظام القائم ويخلوا البعبع المغربي والتواجد الاسرائيلي في المنطقه. شوف احنا يكون تواجد اسرائيلي في المنطقه ولا ماهوش موجود، كاين بوليزاريو ولا ما كاش بوليزاريو. الجزائر عندها حكم شرذمه تاع عرايه تاع دي فوايو اللي ما يعرفوش واش معنى القانون، اللي يسرقوا وينهبوا. الجزائر البلد الوحيد اللي عنده 3 رؤساء حكومه وعنده كم من وزير وكم من جنرال، كلهم في السجون بتهمة الفساد، والحكام هم ايضا كانوا زملائهم وكانوا تحت وطأتهم وهم ثاني سراقين. بالنسبه للشعب الجزائري شيء ما يتغير، تجي اسرائيل ما تجيش اسرائيل شيء ما يتغير، ما يقدرش. واليوم يعني حتى الخطاب تاع العصابه وتاع وسائل البروباغندا ديالها صحافه بودورو ما عادش عندها اثر على الشعب الجزائري. هي الشعب الجزائري زاد ثاني صار يقرف من حكايه البوليزاريو، بدل ما يشوف السلاح رايح. بدا تتصور 35 مليار دولار تصرفت بين 2015 و2022 في القصدير. نقول له قصدير السلاح هذا. انت اليوم رايح التبون رايح للصين يطلب يشري سلاح، واش يطلع يردو يشري يعني بدراهم الجزائر.
وباش يستثمر